داخویانی جبورا گشتی جدسپیکا 16 حزیران و با آوایکی سیستمایکی دجبر دولت ترک دست بداگرکریا هوانه کریا بریا عرض و ازمانی لسر باشور کردستان دکه و با ارمانجا هدف کرنا تفگر آزادیا کردستان و بارگهن وی لتواهی جهان دبی گو باجار و باجاروکن تن ارمانج کرن و دورن سیویل تن بمباران کرن لشنگال و مخمور و گلک جوان هاتن هلوشاندن دناوا هولدانا اشکرده گو داگرکریا برفره بکه بردوامی سیاست سیستماتیک یا قیرکرنا گلیما لهر دوره جبو پیکانینا تشتین گو داعش نکاری بون بکن به آوایی کی هوانا ایروته کرن پیوانن و زاگونن مروفاهی بن پیت که داگرکریا دولت ترک ته دروشه که دا تفلیهوی و اساسن یگو هرم ما بگشتی درباز دبن هر وها دقوناغا که دا دوزا کردی گهشتیا آستن پیشکتی د سایا بردیلن و تکوشینا گلی مدا سالن درباس بوی و دریج درباس بوی او داگرکری خوا دخوازه گو کریارن عفرینه و سرکانی و گرسپی اگو بتمامی پیک آنینم بوی آوائی اشکره و وکری راگهاندیه دجی راگهاندن و قیرکرنال دجی کردا و دوز آوان و تکوشین آوان یا دیروکیش بو آزادیه آشتی و دموکراسی دیار دکه گو او آماده دکه گو داگرکریا خوا برفره بکه دا گو بگهیجه باجار سلیمانیه و هرمن وی بگفخوارن و داگرکریا لسر کس و آلیکار ده دا آلیکاریا رفن کردی ده و روجاوای کردستان هدف دگره ام د پارتیان یکیتیان اجتماعیه کردی دل روجاوای کردستان د دما گو ام داگرکریا فاشیزم شرمزار دکن ام بانگا لگل خوا دکن گو تکوشین خوا بردوام بکن تکوشین خوا دموکراتی بردوام بکن و لسر اصرار بکه لسر پرانسیپن خوا دا تکوشین بکه و آزادیا خوا وسا بردوام بکن بانگا ما لگل ما حموکی هر چهار پارچه کردستانه لدوره ببین یک هلوست بری خوا بدن قادان و داگرکریه قبول نکن هر وها ام بانگا خوال همو پارتی و تفگر هزن سیاسی یان کردستانه هر وها روشنبیر و روزنامه‌وانان دکن همو گلن خوا گوان ایریشان اشکره بکن جرایا گشتیرا و ارمانجا دولت ترک افاشیزم دیار بکن همو دولت عربی و گلن وان دکن گو هلوستا خوان و پیلان دولت ترک لهمبری گل کرد دیار بکن و ارمانجا دولت ترک هدف کرنا قیر کرنا گل کردم جبر جواندین گلانا بگرن برچاف رادستی بکن گو یکیتیا گلان و تکوشین آوان هفپار گرینگا جبو راوستاندنا داگرکریا دولت ترک لسر حمو هرمن مام هر وها ام بانگ ل ناتوی دکن گو هلوستا خول همبری دولت ترک بده نشاندان و چکن و آمورن خواه پیکتینن یا گو ترک آمورن و پیکتینه وها بگشتی هزن جهان یکیتیا اوروپا کار بکن گو سینوره کی جی ترکی را دینن بشن عدوان همجي برا وجوا على باشور كردستان بذريعة استهدافها حركة حرية كردستان وقواعدها بينما يشهد العالم بإجماعه باستهدافها مدن وبلدات وأماكن مدنية آمنة في شنغال ومخمور ومناطق أخرى واسعة من باشور موقعة ضحايا وخسائر كبيرة بين المدنيين وأملاكهم في سعي علني منها المزيد من الاحتلال والتوسع والاستمرار في سياسة الإبادة الممنهجة ضد شعبنا أينما كان تنفيذا لما عجزت عنه ربيبتها داعش الإرهابية مستبيحة بذلك جميع القوانين والأعراف والمعايير الدولية
أن العدوان التركي الراهن يأتي في ظروف معقدة وحساسة تمر بها المنطقة عموما، وكذلك في مرحلة بلغت فيها القضية الكردية مستويات متقدمة بفعل تضحيات ونضال شعبنا منذ عقود طويلة، وهي بعدوانها هذا تسعى لإتمام ما تقترفه في عفرين وسريكانية وجريسبي، وبذلك تعلنها حربا مفتوحة ضد الكرد وقضيتهم ونضالهم التاريخي من أجل الحرية والسلام والديمقراطية، مشيرا إلى أنه يحضر لتوسيع عدوانه ليشمل مدينة السليمانية ومناطقها بالتزامن مع تهديده بضرب كل من يساهم في وحدة الصف الكردي في روجا آفاي كردستان. إننا في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في روجا آفاي كردستان في الوقت الذي نندد فيه بهذا العدوان الفاشي ندعو شعبنا إلى مواصلة نضاله الديمقراطي والثابت على مبادئه في النضال من أجل الحرية، وكذلك ندعو شعبنا بالتحرك وإبداء موقفه في عموم أجزاء كردستان وخارجها والتوجه إلى الساحات للتعبير عن رفضه لهذا العدوان الخطير، كما ندعو كل الأحزاب والحركات والقوى السياسية الكردستانية وكذلك نخب المثقفين والإعلاميين وجميع أبناء شعبنا للعمل على فضح هذه الهجمات وغايتها وتوضيح حقيقتها للرأي العام العالمي، كما ندعو جميع الدول العربية وشعوبها لأخذ خطورتها والانتباه إلى أن وحدة الشعوب ونضالها المشترك أمر حاسم لوقف الإطماع الاحتلالية التركية التوسيعية والالتفاف حول موقف جامعة الدول العربية وبعض دول الخليج الرافضة لهذا العدوان والسياسات التركية، والعمل على ترجمة هذا الموقف المسؤول إلى نشاط واقعي في المنابر الدولية، كما ندعو كذلك حلف الناتو الذي تنفذ تركيا هجماتها بسلاحه ومعداته ورعايته، وكذلك عموم القوى العالمية والأممية والاتحاد الأوروبي للعمل على وضع حد للعربدة التركية في المنطقة واعتداءاتها عبر غير المبررة على شعبنا وأهلنا في باشور كردستان، ولجم شراسة عدوانها وتدخلاتها في سوريا والعراق وليبيا وعموم منطقة الشرق الأوسط، وتحميلها مسؤولية النتائج الوخيمة التي ستترتب على سياسات إطماع أنقرة وطغياتها الحاكمة.